السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة الشيف محمد سلام. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعمل طريقة عمل مندي الدجاج. طريقة سهلة وطريقة بسيطة بأقل مكونات وبخطوة خطوة مع بعض. إن شاء الله هنعمله ويطلع شكله جميل. نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونبدأ الطريقة. عندي توم، جنزبيل، بصل، عندي زبدة، عندي ملح، فلفل اسود، عندي كاري، كركم، السبع بهارات، عندي ماجي باودر، عندي توابل صحيحة، عندي فلفل حار، عندي عصير ليمون، عندي زيت نباتي. وهنبدأ مع بعض دلوقتي. بنغسل الرز بتاعنا غسلة بسيطة كده وما بننقعوش في المية فترة كبيرة، بننقعه فترة بسيطة. بجيب وراك الدجاج بتاعتي او الدجاج السليمة بتاعتي، بقطعها على نصين او اي تقطيعة انتوا عايزينها، وببدأ اغسلها غسلة كويسة وبتبلها. بجيب الزيت بتاعي والتوابل اللي هي عبارة عن كاري، كركم، وملح، فلفل اسود، وبتبلها كده بالماء وماجي باودر، واخلط المكونات كلها مع شوية زيت وشوية مية، زيت نباتي. بخلط المكونات كده زي ما انتم شايفين، وبتبل الدجاج بتاعي بالشكل الحلو ده. لو عندي لون زعفران بحط عليه، ما عنديش بزود سنة الكركم شوية، مفيش مشكلة. وبفضل اتبل الدجاج بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عندي لون الزعفران بتاعه اهوت، بديها كمية بسيطة جدا تاخد اللون بس مش اكتر. وببدأ ادعك الدجاج بتاعي كله بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت. طبعا بعد ما بتبل الدجاج بتاعي بغطيه بلاستيك وبدخله في التلاجة بتاعتي لمدة ساعة او ساعة ونص. بعمل شرب الدجاج للرز بتاعي. بنزل بالتوابل الصحيحة الاول، بعد كده البصل والثوم والجنزبيل. قلب تقليبة بسيطة. بنزل بالثوم والجنزبيل كده اهوت زي ما انتم شايفين، وقلب حاجة بسيطة جدا. انا عندي فص، حطيت فص توم واحد بس ما زودتش. بنزل بالفلفل الحار اختياري، عايزين تحطوه ماشي، ما تحطوهوش مفيش مشكلة. واقلب دقيقة ولا حاجة، بعد كده بنزل بالرز بتاعي معاهم واقلبه تقليبة ولا اتنين. ما احاولش اقلب فيه كتير علشان ما يتكسرش. وبعد كده بنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي عبارة عن شوية كركم بساط، شوية كاري، شوية ملح، سنة فلفل اسود بسيطة. وبقلب الرز بتاعي وبديله السبع بهارات برضو. بحط الشوربة بتاعتي عليه. ما احاولش ان انا ازود المية عشان لسه هياخد درجة تسوية كبيرة وفترة كبيرة، حوالي ساعة ونص على النار. بخلي المية يا دوبك تغطي الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما زودش مية خالص. ببدأ كده بعد كده بجيب السلفر بتاعي بحطه فوق الحلة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وابدأ ارص الدجاج بتاعي بالشكل الكويس ده، واتأكد ان طبقة السلفر بتاعتي طبقة جامدة تقدر تشيل الدجاج بتاعي. وبالمناسبة في فيديو معمول لمندي اللحم، وفي فيديوهات للبرياني، وفي فيديوهات للكبسة بالصوصات بتاعها بكل شيء موجودة. وفي طريقة عمل صوص الدجوس وصوص الرايتا وكل شيء موجود على القناة ان شاء الله. برص الدجاج بتاعي بالشكل ده كويس، وببدأ لو باقي معايا شوية مارينيه ببدأ ان انا بتبل بيه الدجاج بتاعي علشان في الاخر تطلع طعمها جميل. وببدأ ان انا بجيب اي حاجة وبخرم السلفر بتاعي، توزبيكس اي حاجة، بخرم السلفر بتاعي بحيث ان البيوم بتاع الدجاج او طعم الدجاج ينزل للرز وكله يشرب من بعضه يبقى طعم واحد. بعد كده بجيب ورق الزبدة الجميل بتاعي. لو ما عنديش ورق زبدة مفيش مشاكل، بستخدم السيلفر بس. في ورق زبدة ان شاء الله اهوت بنغطي بيه، وبعد كده بنحط السيلفر عليه. ببدأ اكشف على الرز والدجاج بعد ساعة ونص، بلاقي الدجاج بقت زبدة كده زي ما انتم شايفين، طعم وريحة وتسوية. بعد كده ببدأ اجيب الفحم في اي حاجة عندي، طبق، سيلفر، اي شيء عندي، بحاول اي حاجة ان انا احط الفحم كده وبحط عليه معلقة زبدة او معلقة زيت بحيث ان انا ادخن الوصفة بتاعتي اللي هي الرز مع الدجاج. وبرجع اغطي عليه لمدة 5 دقايق او 10 دقايق تاني. بعد كده ببدأ اكشف علشان اقدم الرز بتاعي. وطبعا الرز بتاعي استوى بالشكل ده.
ببدأ ان انا بحطه في الطبق بتاعي كده زي ما انتم شايفين. حطيت الرز بتاعي في طبق التقديم، ببدأ ان انا برص الدجاج بعد طبعا ما حمرت الدجاج في الفرن ودخلتها في الفرن لمدة 5 دقايق وعشر دقايق عشان تمسك نفسها شوية لانها مستوية جامد قوي، ويبقى لونها ذهبي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بجهز شوية مكسرات وزبيب، واجهز الجرنش بتاعي اللي انا عايز اقدمه بالشكل اللي يليق بيا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا بعد ما جرنشنا الوصفة بتاعتي وخلصناها، نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. وبنقول لكم ما تنسوش تدعمونا في القناة وتفعلوا الجرس، وأي شيء محتاجينه موجود اكتبوا لنا في التعليقات. كان معكم الشيف محمد سلام.